ماشي مشاريع بناءة تنهض بالمجتمع. إذا عملية قسم الكعكة تحصل وراء تحت الطاولة أو وراء الكواليس، وأنتم تأخذوا ضحية وتصفقوا. هو المشكل فيه. يعني شأنكم شأن إنسان جاء واحدة صباحة متاع الزربية متاع أيام زمان في قروان، وجاء مغني وتعمل هكا تهز عندها 20 دينار، ما صوابعها منتفين من الخلالة، ولما جري جاك الفنان تمشي له وتدفع له ال 20 دينار وتصفق له وتروح فرحة مسرورة. هذا اللي صاير فيكم أنتم يا شباب. أنتم قاعدين تصفقوا لجلاديكم. التحزب في حد ذاته، انتم حزبكم هذا لا محاله سابق الاوان، انتم اللي قاعدين توا تخربوا في بيوتكم بايديكم. انتم نرجع ونقول انتم كنتوا ضحايا، ولكن هذا دوركم في انكم انتم زاد مجرمين في حق انفسكم، تستلذوا بك المتعه ذيك. ها قلت علينا الطلبه اللي هما اساتذه على ابواب تقاعد، واكثرهم كان حرص على ربط العلاقات اللي مازالوا شهرين او ثلاثه باش ياخذ تقاعد. ليش؟ يشري الشهاده باش كي يتقاعد بالماجستير مش كيما يتقاعد بالاجازه عاديه باش يضرب 200 دينار، وهذا في الشنيع. مش في 9 ابريل الجماعه هذيك الدبوزه وصح عليهم امورهم واضحه وانا معاه. يا باه مالا باش تعرفوا يا عالم دور الطالب في تخريب بيته، ماهوش فقط هذا يعني بلاء مسلط عليك من السماء، لا انتم صانعينه وتبادروا فيه وتتمتعوا به خلال الدراسه، وبعد لما تخرجوا بالشهاده تقولوا كنا شايخين فيها وتوك الشهاده ذيك ما تسويش حتى طريف الاحبار باش نعملوا بها. سلوكهم يا ايها الشباب، وهبطوها الكلمه هذه كان هبطتها وحاربوها او مش عارف شنو هي، يذكرني واحد يهودي قبل كان لهنا طبيب في تونس. كان عاد المراه كي تجي تولد، والمراه هذه من الناحيه العلميه يلزمها تجيها الام الولاده، اكلوا جيعه تقولوا لها انتوما والا ما تولدش، يتخنق صغير ويموت، وربما لا قدر الله تموت هي، ما لازمها. واذا كان ما جاتهاش الوجايع بصفه طبيعيه يعملوا لها تزريقه باش تتحرك فيها الوجايع وتولد، ما كانش خربت. فاليهودي هذا اللي كان في تونس ايش يقول لها؟ كي المراه ما تولدش يقول لها قول لك الكلمه المشومه. اش تقول التونسي كي تجي باش تولد؟ يا محمد سيدي. هو بطبيعه الحال ما يساعدوش باش يسمعها، يقول لك الكلمه المشومه. معنى هذا ايش معناه؟ معناه حاجته انها باش تصيح باش يرتاح هو. الجماعه في العصابه اللي متمكنه بكم سياسيا والا في الجامعات هذيكم عصابات كبرى في الاداره، لانها اكبر مجرم في حق المجتمع هذه هي الدوله. والدوله في المجتمعات اللي تحترم انفسها هي الحامي. ليش؟ لانه إذا كان ما حماتش على الأقل تكون كالاربيتر باش تحكم بين القوى المنتجة، وهكا تكون الناس تنتج وهي تدعمها كما الاربيتر. أما الاربيتر مرشي. كيفاش باش يكون الماتش؟ كيفاش باش يكون الماتش؟ دي ما تبعش الكورة، هذا باش يكون حالة حليلة خالي وبعد تولي فيه البوني، وهذا اللي صاير في تونس. باهي مالا شنو الحل؟ أنتم الشباب سؤال ونحب نسمع منكم الإجابة. لازم تكونوا حزب فوق ميتا بوليتيك، انتم تكونوا حزب ما فوق التحزب. يعني الايدنتيتي بتاعكم السياسيه هي انا شاب وضحيه ومجرم في حقي. هذا الخلاص، ما كنتش تعمل حتى شيء.